السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل جلاش، بس هنعمله كده بطريقه مختلفه سهله وسريعه ومش هتاخد منك وقت خالص. شايفين قد ايه مقرمش وطري جدا من جوه. اول حاجه هنعملها ان احنا هنجيب طاسه على النار ونحط فيها زبده او زيت او اي ماده دهنيه عندك. اول ما الزبده كده عندي تسخن زي ما انتم شايفين، هنزل بيها بقطع فراخ. ده حوالي صدر فرخه وانا مقطعها قطع صغيره. هبدا بس كده اوزع ومش هقلب خالص دلوقتي. هبدأ ارش رشة كده فلفل اسمر، عايزة تحطي بقى زعتر، عايزة تحطي روزماري، عايزة تحط حبهان، بيبقى طعمه كله حلو. التوابل اللي انتي بتحبيها. هنا عندي بصلاية متوسطة مقطعها قطع صغيرة. نبدأ بقى نشوح كل الفراخ بقى والبصل مع بعض لغاية ما البصل ياخد لون والفراخ تستوي في المية اللي هتنزل من البصل. هبدأ بقى ارش رشة ملح. الحشوة دي ممكن تكون لحمة مفرومة، ممكن تكون بسطرمة، لانشون، سبانخ، ميكس جبن، ممكن تكون سوسيس، سجق، اي حشوة انت عايزاها. ممكن تكون من غير لحوم خالص، ممكن تكون بصل كده مع فلفل حراق مثلا وفلفل الوان وشوية مشروم، هيبقى كله طعمه حلو جدا. انا حطيت هنا شوية مشروم وحطيت فلفل حراق. عايزة تحطي فلفل رومي او فلفل الوان برضو حلو جدا. هنبدأ بقى نشوح كل ده كويس جدا مع بعض. واخر حاجة هنزلها هو الزيتون. زي ما قلت لك الحشوة كده تقدري تحطي فيها اللي انت بتحبيه واللي انت عايزاه، وكمان اللي موجود عندك في التلاجة. الزيتون بقى يا دوبك كده هشوحه كده ومش هعمل فيه اي حاجة تانية. كده خلاص انا هطفي على الحشوة واسيبها تبرد، لان مينفعش ان انا احشي بيها الجلاش او اي حاجة وهي سخنة بالشكل ده. شايفين؟ طبعا انتوا شايفين ان هنا في شوية مادة دهنية، فانا هصفيها منها واحطها على السمنة اللي هسقي بيها الجلاش. هنجيب بقى لفة الجلاش بتاعتنا، ونبدأ بقى نقطعها شرايح زي ما انتم شايفين بالشكل ده. ساعات بيبقى عندنا مثلا جلاش لزق في بعضه او مش صابح، جبناه كده ولقيناه مش صابح فما بنعرفش نورقه، فيتعمل بالشكل ده بيبقى تحفة جدا وسهل قوي. اللي هتجربه مش هتفضل بقى تورق في الجلاش كده وتعمله بالطريقة اللي احنا متعودين عليها. هنبدأ بقى نقسمه نصين. اول طبقة طبعا هنحط النص الاولاني ونبدأ كده نفرده كده زي ما انتم شايفين كده، نحاول نفرد الشرايح بالشكل ده ونملى الفراغات. هجيب بقى المادة الدهنية بتاعتي طبعا، وانا بحب زي ما قلت لكم السمنة. نبدأ بقى نوزع كده السمنة على الجلاش. طبعا بتبقى طبقات خفيفة كده وما يبقاش دسمة زي ما احنا بنورقها، يعني بنحط طبقات كده وفيها سمنة. هنحط الحشوة طبعا بتاعتنا، وكمية الحشوة دي حسب اختيارك انتي، يعني عايزة تحطي كتير قليل براحتك. بس انا هنا هحط شوية جبنة رومي ومش هقطعها ولا اي حاجة، بما ان جلاش بنعمله سريع كده سريع، فهحط كده ايه قطع صغيرة. عايزة تحطي جبنة موتزاريلا، مش عايزة تحطي خالص، اللي انتي تحبيه ويعجبك. نبدأ بقى نوزع الطبقة التانية من الجلاش. انا بحاول بقى اوزع الطبقة التانية كويس بحيث ان مفيش من الحشوة حاجة تكون باينة. كده خلاص بقى ابدأ اسويها كده واضغط عليها علشان تطلع لي قطعة واحدة. نبدأ بقى نجيب السمنة ونحط كده على الوش. هنبدأ بقى نجيب خلطة التشريب بتاعتنا اللي هي عبارة عن بيض ولبن، وهنا حوالي كوباية لبن ومعاها بيضة. عايزة تحطي بيضتين
حسب الكمية اللي عندك. هنحط بس عشان الزفارة رشة فلفل اسمر، وهنبدأ بقى نقلب كويس جدا عشان ما يبقاش فيه تكتلات من البيض ولا من الفلفل الاسمر. ونبدأ بقى نوزعهم كويس جدا على الجلاش. هنكون طبعا مسخنين الفرن على اعلى درجة حرارة من تحت ومن فوق. اهم حاجة لو خدت لون من تحت هتطفي من تحت وتشغلي الشواية علشان ما تاخدش لون زيادة، يبقى لونها ذهبي كده وشكلها حلو جدا، وتطلع بقى مقرمشة من بره وطرية جدا من جوه. هبدأ بقى اقطعها علشان تطلع بسهولة بعد كده. انتي ممكن هنا تدخليها وتعمليها وش بيتزا، تحط لها شوية جبن من فوق، زيتون وفلفل كده، بتبقى برضو طعمها حلو جدا حسب امكانياتك. شايفين بقى لونها وشكلها ومورقة جدا، وكمان ناشفة يعني مقرمشة من بره وطرية جدا من جوه. ودي كانت نهاية الوصفة، يا رب تكون عجبتكم. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس.